السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طب اعدادي اهلا بكم. معكم مصطفى الدسوقي مدرس مادة السلك المعرفي الحالة الإعدادية والتاريخ للثانوية العامة. النهارده شرحنا الدرس الأول من المنهج بتاعنا أو الوحدة الثانية اللي هو دور محمد علي أو دور مصر الحضاري في عهد محمد علي في أفريقيا. لو انت ما اتفرجتش عليه لازم تتفرج عليه، هسيب تحت الديسكربشن، أي حد عنده أي استفسار أسيب لك جروب تليجرام جروب واتساب. النهارده بقى موعدنا مع الدرس الثاني او الجزء الاول من الدرس الثاني بتاعنا اللي هو دور خلفاء محمد علي في افريقيا او دور مصر في عهد خلفاء محمد علي في افريقيا. طيب زي ما اتعودنا مع بعض، شاي جميل، قهوتك لذيذه، سكافيه جميل، اكل تحب تشربه وتركز في كل كلمه بقولها وتركز على افكار الاكل على خلال الشرح، وباذن الله باذن الله باذن الله درساتكم في امان لسنين قدام. بس اوعى تنسى كلام، مش عايزين نطول المكتوب اكتر من كده. يلا بينا نبدا. بس قبل ما نبدا لازم نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين. صلوا على النبي ويلا بينا. بسم الله. الدرس بتاعنا بيتكلم عن الدور الحضاري لمصر في قارة أفريقيا في عهد خلفاء محمد علي. في عهد خلفاء محمد علي. أنا قلت لك في الدرس اللي فات محمد علي عمل نهضة في فعمل نهضه في مصر وعمل نهضه في افريقيا، وبدا ان هو يبعت رحلات استكشافات في قاره افريقيا، وعمل نهضه حديثه في افريقيا، وقلنا اصلاحات اداريه اقتصاديه جغرافيه، وعمل نهضه كبيره جدا في افريقيا. طيب او خاصه في السودان. طيب فتعالى بقى نتكلم عن خلفاء محمد علي وازاي قدروا ان هم يكملوا النهضه بتاعته. طيب فبيقول لك والله قبل ما اتكلم على خلفاء وقبل ما اتكلم على الناس بتاعك، تعالى نعرف من هم ابناء محمد علي، لان ده هيساعدنا كتير جدا في الدرس. طيب محمد علي او الاسره العلويه كان ليه ابناء كتير، من ضمنهم مثلا كان ليه 4 ابناء، 1 2 3 4. طيب اسماعيل لما اتكلمنا عليه، فاكرين لما اتكلمنا سين اسماعيل مصريين في سين مدينه سنار 21 اسماعيل، ده اسماعيل ابن محمد علي. طيب تاني واحد اسمه توسن، ثالث واحد اسمه ابراهيم، رابع واحد والصغير اسمه سعيد. يبقى انا عندي ابناء محمد علي 4، اسماعيل وتصن وابراهيم وسعيد. تمام؟ طيب اسماعيل ده اللي هو مسك حكم السودان، لما قلنا اللي هو عمل حمله وبعدين هو اول مسك حكم دار السودان، اول واحد يمسك المنصب ده. طيب تصن مات في عهد محمد علي، يعني محمد علي وهو عايش تصن ده مات. اللي مسك بعديه ابراهيم، ده رقم 1. طيب بعد اسماعيل او تصن ده كان مخلف واحد اسمه عباس حلمي، عباس باشا او عباس حلمي الاول، عباس باشا. تمام؟ طيب وابراهيم ده كان مخلف واحد اسمه اسماعيل. وكان في قانون عثماني او قانون الحكم في مصر كان بيقول لك يتولى اكبر ابناء محمد علي سنا، اكبر ابناء محمد علي سنا، اكبر ابناء العائله لها سنا، مش ابنائه بس. يعني ايه؟ يعني ممكن محمد علي مات، اللي يمسك بعديه ابنه ابراهيم، ماشي، لان هو اكبر ابنائه سنا. بعد كده اللي مسك بعديه عباس باشا. ليه؟ لان هو اكبر من عمه سعيد، لان احنا قلنا القانون بيقول اكبر ابناء الاسره سنا. بعد كده نعرف ان خديوي اسماعيل هيبقى فيما بعد هيعمله اللي هو اكبر ابنائه هو سنا. طيب بعد ما مسك عباس باشا، بعد اللي مسك بعديه سعيد اللي هو ابن محمد علي. بعد كده مسك الخديوي اسماعيل 4. يبقى تاني، يبقى انا عندي محمد علي كان ليه ابناء اسماعيل وتصن وابراهيم وسعيد. تمام؟ اللي مسك ابراهيم، ادي اول واحد مسك، ده ابن محمد علي. ثاني واحد مسك عباس ابن تصن ابن محمد علي حفيد. بعد كده اللي مسك سعيد ابن محمد علي. بعد كده اللي مسك اسماعيل ابن ابراهيم ابن محمد علي. عايزك تعرف من هنا 4 حاجات. عايزك تعرف المعلومه دي. بيقول لك ايه؟ اللي بيقول لك الترتيب: ابراهيم، سعيد، اسماعيل، ابراهيم، عباس، سعيد، اسماعيل. اللي مسكوا بالترتيب ابراهيم، عباس، سعيد، اسماعيل. دي كده مقدمه على اسره محمد علي، على الاسره العلويه اللي هي اسره محمد علي، عشان تعرف الاحداث او عشان ما تتلخبطش في الاسامي اللي احنا بنقولها دلوقتي. طيب بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان خلفاء محمد علي وصلوا الاهتمام بافريقيا،
باكتشاف افريقيا. يبقى خلفاء محمد علي اهتموا برضه باكتشاف افريقيا. طيب فابراهيم اللي هو ابن محمد علي، قلنا ابراهيم ده قال ان مستقبل مصر في افريقيا. يعني مصر عشان يكون لها مستقبل، هي المستقبل ده بقى في افريقيا، لازم نكتشف افريقيا. يبقى ابراهيم قال ان مستقبل مصر في افريقيا. طيب سعيد اللي هو ابن محمد علي برضه قال لك اهتم بافريقيا خاصه السودان. يبقى سعيد اهتم بافريقيا خاصه السودان. طيب الخديوي اسماعيل قال لك بدأ اللي هو يهتم بافريقيا وراح افريقيا واكتشفها وكون امبراطوريه مصريه. يبقى ابراهيم سعيد اسماعيل. ابراهيم اللي مسك ابن محمد علي قال لك ان مستقبل مصر في افريقيا. سعيد قال لك اهتم بافريقيا خاصه السودان. الخديوي اسماعيل اهتم بافريقيا واكتشاف افريقيا وكون امبراطوريه مصريه. طيب ده كده ابراهيم وسعيد واسماعيل. الخديوي اسماعيل مش اسماعيل. تمام؟ طيب تعالى بقى نتكلم بالترتيب. احنا قلنا اول واحد مسك محمد علي ابنه ابراهيم، بعد كده عباس ابن تصن. بص كده، عباس باشا ابن تصن ابن محمد علي اللي هو حفيد محمد علي. يبقى عباس يبقى اول واحد تولى ابراهيم، بعد محمد علي ابن ابراهيم، بعد كده عباس ابن تصن ابن محمد علي. طيب بيقول لك الراجل عباس ده قال لك انا جدي ده راجل فاضي يا عم بقى، بيعمل حالات اكتشافيه وبتاع، بلا حالات اكتشافيه بلا بتاع. فقال لك اهمل الكشوف الجغرافيه. يبقى لم يهتم بالكشوف الجغرافيه. وكان مهتم جدا بالتعليم، خاصه عمل مدرسه ابتدائيه. ابتدائيه في مدينه الخرطوم اللي عملها محمد علي اللي هي عاصمه السودان. يبقى عمل مدرسه ابتدائيه وخلى رفعت الطهطاوي ناصر ليه اللي هو المدير بتاعه. رفعت الطهطاوي ده كان من الناس اللي كانوا من البعثات، او كانت راس البعثات، او كان من الشباب اللي ارسلهم محمد علي بره مصر عشان يتعلموا. لما جه في مصر بدا اللي هو يعمل او يعلم الناس النهضه اللي هو هيتعلمها في اوروبا، وبدا محمد علي بقى او سعيد يوديه للسودان عشان يتولى ناصر للمدرسه في السودان. طيب يبقى عمل مدرسه ابتدائيه وخلى اللي يتولى ليها رفع الطهطاوي خلى ناصر ليها. طيب ونشرت فعلا التجاره الخارجيه بين السودان والدول المجاوره. يبقى نشرت التجاره الخارجيه بين السودان والدول المجاوره. طيب يبقى عباس باشا عمل ايه الراجل ده؟ قال لك لم يهتم بالكشوف الجغرافيه. عمل مدرسه ابتدائيه نشرت التجاره الخارجيه. يبقى عباس لم يهتم بالتجاره الخارجيه، عمل مدرسه ابتدائيه نشرت التجاره الخارجيه بين السودان والدول المجاوره. طيب ده بعد عباس باشا. تعال بقى في عهد سعيد اللي هو ابن محمد علي. سعيد ابن محمد علي قال لك في عهد الواد سعيد ده، قال لك الدول الاوروبيه كلها بدات تهتم باكتشاف افريقيا. قال لك في عهده بدا السباق الاوروبي لاستكشاف القاره الافريقيه واستغلال مواردها. اوروبا كلها بدات تشوف ايه ده؟ افريقيا دوله فيها موارد كتير، ده محمد علي بعثات، ده فيها ده اسماعيل وسعيد بدأوا هم يروحوا هناك يكتشفوا فيها مناجم ذهب وحديد والكلام ده كله. فبدأ الدول الاوروبيه كلها تتسابق لافريقيا عشان تستكشف القاره دي واستغلال مواردها طبعا للمصلحه. احنا قلنا الدول الاوروبيه دي خاصه انجلترا وفرنسا، انجلترا بالذات بتقول لك ماشيه مبدا طول حياتها، بتقول لك ايه؟ الدنيا دي زي المروحه، اهم حاجه في المصلحه. ففي تورته عايزين نقسم التورته دي، فبدأوا هم يروحوا القاره الافريقيه عشان يستغلوا مواردها. طيب فبيقول لك ارسلت الجمعيه الجغرافيه الملكيه البريطانيه. ايه الكلام ده؟ جمعيه جغرافيه، جمعيه خاصه بالجغرافيا عشان تستكشف افريقيا. طيب الملكيه البريطانيه يعني طبعا لبريطانيا. يبقى ارسلت الجمعيه الجغرافيه الملكيه البريطانيه ارسلت العديد من البعثات الاستكشافيه لكشف منابع نهر النيل. يبقى في عهد سعيد ابن محمد علي ابتدت السباق الاوروبي لاستكشاف القاره الافريقيه. ارسلت الجمعيه الجغرافيه الملكيه البريطانيه ارسلت حالات استكشافيه كتير عشان تستكشف منابع النيل. طيب تعال بقى نتكلم على سعيد ده عمل ايه في افريقيا؟ قال لك الدور الحضاري المصري في افريقيا في عهد سعيد باشا.
الراجل ده عمل ايه؟ قال لك والله الراجل ده زار السودان سنه 57. فاكرين سمنار او اسماعيل راح امتى؟ سي اسماعيل مصريين فرنسي مدينه سمنار 21 1821 اسماعيل ابن محمد علي. طيب محمد علي 38 1838 محمد علي. طيب 57 سعيد يبقى 1857 سعيد. افتكروها بمستشفى 57 1857 مين هو سعيد؟ وهنعرف سعيد ده كمان شويه اللي هو بيهتم بالناس هنعرف كمان شويه. طيب يبقى سين اسماعيل 21 مدينه سمنار 21 محمد علي 38 57 الواد سعيد باشا. طيب سعيد راح افريقيا. هتقول لي ناس طار هو راح افريقيا او راح السودان ليه؟ قال لك والله عشان يدرس احوالها، عشان يدرس اوضاعها. لما بيدرس الاوضاع بتاعتها يشوف الاقتصاد، يشوف الزراعه، الصناعه، التعليم، الاداره، يشوف الدنيا دي عامله ازاي. طب لو لقى حاجه فيها مشكله هيصلحها، فبدا ان هو يحسن احوالها. يبقى رايح السودان عشان يدرس اوضاعها ويحسن احوالها وينمي مواردها، تنميه مواردها، ويهتم بشؤون المواطنين. هنعرف ان الراجل ده كان بيهتم بشؤون المواطنين كتير جدا جدا. طيب يبقى ليه المبلغ بيه متفسر زياره سعيد باشا للسودان سنه 57؟ هتقول لي عشان يدرس اوضاعها، يحسن احوالها، ينمي مواردها، ويهتم بشؤونها خصوصا شؤون المواطنين. طيب تعالى نتكلم بقى عن اجراءات او اصلاحات الراجل سعيد ده في السودان. قال لك والله عمل اصلاحات اداريه، قضائيه، اجتماعيه، ونقل والبريه. زي محمد علي، وهنعمل مقارنه كده ما بين سعيد ومحمد علي في شويه حاجات. طيب بص كده معايا. اولا الاصلاحات الاداريه، الاداره يعني الحكم. قال لك بدأ اللي هو الراجل ده كان بيهتم جدا جدا بالناس. اي حد يزعل الناس يعزله. بدأ اللي هو يعزل الموظفين اللي بيعاملوا ناس وحشه. برضه بيقول لك اللي مش بس كده، ده امر مديري الاقاليم ان المديرين بتاع الاقاليم بيامرهم بحسن معامله الاهالي واقامه العدل بينهم. يبقى هو قال لك اي حد بيعامل الاهالي معامله وحشه يعزله، ويبدا اللي هو يؤمر مديرين الاقاليم لحسن معامله الاهالي واقامه العدل بينهم. دي رقم واحد. رقم اثنين قال لك قسم السودان ل5 مديريات. مستر فاكرين محمد علي قسم السودان امتى؟ قسم السودان اللي كام مديريه؟ 7 مديريات. يبقى اللي قسم السودان ل7 محمد علي. 5 سعيد. يبقى 5 سعيد 7 محمد علي. تقسيم ايه؟ السودان. بس خلي بالك معلومه مهمه جدا جدا جدا. سعيد قسمها 5 مديريات مستقله. يعني كل مديريه تابعه لوحدها وتابعه لوزاره الداخليه في مصر، في القاهره في مصر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني محمد علي لما جه يقسم السودان قسمها 7 مديريات كلهم تحت حكم الحكمدار، وكلهم مع بعض كده تابعين لحكم محمد علي او تابعين لوزاره الداخليه في مصر. تمام؟ طيب جه سعيد قال لك انا هقسم السودان ل5 مديريات، 5 سعيد، بس كل مديريه لوحدها تابعه لوزاره الداخليه. يعني الحاكم او المدير بتاع المديريه دي تابع لوحده لوزاره الداخليه في مصر. تمام؟ طيب ثالث حاجه انشا المجالس العرفيه. المجالس العرفيه دي اللي من مشايخ القبائل ورؤساء العشائر. مستر هو ايه اصلا المجالس العرفيه دي؟ انا مش فاهمها يعني ايه؟ قال لك ده عارف انت لما بنيجي نعمل كده يكون في خناقه ما بين عيلتين كبار، بنعمل كده قعده اسمها قعده رجاله او قعده الصلح. هي دي المجالس العرفيه. تمام؟ بيقول لك قعده العرف دي بنجمع فيها الشخصيات الكبيره اللي هم رؤساء شيوخ القبائل ورؤساء العشائر. تجمع من شخصيات ذات نفوذ اللي هم شيوخ القبائل، كبارات القبيله، ورؤساء العشائر بتاعت العشائر او المناطق اللي هم موجوده فيها. طيب عشان يفضوا من المنازعات، لفض المنازعات اللي بتحصل ما بين الافراد. طيب ده استنادا الى، بيقول لك مجالس عرفيه استنادا الى الاعراف والتقاليد المتبعه. يبقى بيقول لك الاحكام او المجالس العرفيه دي تجمع من شخصيات ذات نفوذ وقوه. ذات نفوذ زي اللي هو شيوخ القبائل ورؤساء العشائر لفض المنازعات بين الافراد. استنادا الى مجالس عرفيه، استنادا الى الاعراف والتقاليد المتبعه.
يبقى المجالس العرفيه تجمع من شخصيات ذات نفوذ لفض المنازعات بين الافراد استنادا الى الاعراف والتقاليد المتبعه. طيب ده كله عشان نشارك في اشراك السنيين في الحكم البلادي. طيب يبقى الاصلاحات الاداريه، الاداره قال لك محمد سعيد قال لك عزل اي حد بيعامل الاهالي معامله وحشه بيعزله، عزل الموظفين والعارفين بسوء المعامله، وبرضه امر مديرين الاقاليم بحسن معامله الاهالي واقامه العدل بينهم. دي رقم واحد. رقم اثنين قسم السودان لخمس مديريات، محمد علي 7 سعيد 5، بس خلي بالك في فرق ما بينهم. سعيد قسمهم لخمسه وكل مديريه تابعه مستقله، كل مديريه مستقله وتابعه لحكم مصر مباشره لوزاره الداخليه مباشره بمصر. طيب وعمل مجالس عرفيه، المجالس العرفيه دي كانت من شيوخ القبائل ورؤساء العشائر لاشراك السودانيين في حكم البلاد. يبقى عمل على اصلاحات اداريه، مجالس عرفيه، تقسيم السودان لخمس مديريات، عزل الموظفين. طيب اصلاحات قضائيه برضه محمد علي لما عمل قضاء وكده، برضه سعيد بدا يهتم بالقضاء وعمل مجالس للاقاليم للفصل في الخصومات المدنيه والتجاريه. يبقى عمل مجالس الاقاليم لهذا القضاء او المحكمه يعني عشان تفصل ما بين الخصومات المدنيه والتجاريه. طيب اصلاحات اجتماعيه، قال لك برضه سعيد قال لك عمل معسكر على نهر الصباط لمنع تجاره الرفيق. يعني ايه؟ قال لك بدأ اللي هو يعمل معسكر، يعني مجموعه من الجنود او حميه عسكريه معسكر في منطقه على نهر الصباط عشان يمنع تجاره الرقيق اللي كانت موجوده في شرق افريقيا. تمام؟ يبقى خلي بالك، يبقى اول واحد حاول يمنع تجاره الرقيق هو محمد علي لما راح السودان سنه 38. تاني واحد حاول هو يمنعها كان سعيد. يبقى بقول لك ده اللي سعيد واسماعيل يتشابهوا مع بعض في حاجه، هتقول لي في تجاره الرقيق محمد علي هو اول واحد يمنع تجاره الرقيق، تاني واحد سنه 38، تاني واحد هو ابنه سعيد لما راح السودان سنه 57. تمام؟ طيب عمل ايه؟ قال لك والله عمل معسكر على نهر الصباط لمنع تجاره الرقيق. بس دي برضه كانت من المحاولات اللي ما نهتش على تجاره الرقيق، اللي هي قعدت لحد دلوقتي او في لحد دلوقتي في ناس بيتاجروا في العبيد. طيب للاسف يعني خفض الضرائب. احنا قلنا ان سعيد ده كان مهتم بشكل كبير جدا جدا بالاهالي، اهتم بشؤون المواطنين، فقال لك بدا اللي هو يخفض الضرائب على الناس ويقسطها. يعني لو واحد مثلا عنده 100 جنيه هيقول له مثلا الشهر ده تدفع 50 جنيه، الشهر الجاي 50 جنيه وهكذا، بدا اللي هو يخفض الضرائب ويقسطها. طيب في ناس قبل ما سعيد يحكم كان فيها ضرائب متاخره، يعني مثلا كان عليهم 4-5 شهور ضرائب، فبدا يعمل ايه؟ بدا اللي هو يعفى عنهم خالص، اعفى الاهالي من الضرائب المتاخره. وبرضه الجنود مش احنا قلنا ان محمد علي دخل الجنود السودانيين في الجيش المصري، فبدا الجنود دول بيقدموا خدمه لمصر او بيقدموا خدمه لمحمد علي او لخلفاء محمد علي اللي هو سعيد. بدا اللي هو يعمل ايه؟ يعفي اصلا او اسقط الضرائب على الجنود، يعني الجنود ما يدفعوش ضريبه. الجنود اللي دخلوا الجيش ما يدفعوش ضريبه لان هم اصلا بيعملوا خدمه للجيش، بيعملوا خدمه للدوله. طيب يبقى اصلاحات اجتماعيه، عمل معسكر على نهر الصباط لمنع تجاره الرقيق. يبقى منع تجاره الرقيق من خلال اللي هو عمل معسكر على نهر الصباط عشان يمنع تجاره الرقيق. طيب تاني حاجه خفض الضرائب وقسطها، مش بس كده، ده قال لك اعفى الاهالي من الضرائب المتاخره واسقط الضرائب اصلا على الجنود. طيب ده كده اصلاحات اجتماعيه. طيب اصلاحات النقل والبريد برضه قال لك بدا اللي هو ينظم المواصلات، النقل والبريد، ينظم المواصلات والبريد بين مصر والسودان. محمد علي بدا، فاكرين لما محمد علي اهتم بالتجاره النهريه بين مصر والسودان، والخرطوم بقت من اكثر المدن التجاريه في افريقيا في الوقت ده. برضه سعيد بدا اللي هو يهتم باصلاحات النقل والبريد، بدا ينظم المواصلات بين مصر والسودان، بدا من خلال انشاء محطات على مسافات محدوده لتغيير دوام النقل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من مصر ما بين مصر والسودان في سفر، الحته دي منطقه صحراويه، بدل ما هو يعمل انشاء محطات تجاريه على مسافات محدوده عشان لتغيير دوام النقل. يعني دوام النقل دول اللي هو النقل زمان الناس كانت بتسافر من منطقه واخرى من خلال الجمال، الحصانه، الحمير، الكلام ده، فبدأ اللي هو يعمل على
انشاء محطات تجاريه او انشاء محطات على مسافات محدوده عشان يكون فيها احصنه، يكون فيها جمال يغيروا منها الاحصنه دي عشان ما تتعبش. يبقى بدا اللي هو ينشا محطات على مسافات محدوده لتغيير دواب النقل. يبقى انا عندي اصلاحات سعيد. بص كده يقول لك ايه اصلاحات سعيد؟ اداريه، قضائيه، اجتماعيه، نقل وبريد. اداريه قلنا عزل الموظفين، عمل قسم السودان لخمس مديريات، وقلنا عمل مجالس العرفيه، عمل مجالس العرفيه. طيب قلنا اصلاحات قضائيه، عمل مجالس القانون. قلنا اجتماعيه، عمل معسكر مجلس الضباط لمنع تجاره الوكيل، وبرضه خفض الضرائب واسقطها على الجمهور. طيب وبرضه اصلاحات النقل والبريد، عمل محطات من مسافات محدوده عشان تغيير دواب النقل عشان يخلي الماشيه والنقل اللي هو الجمال والاحصنه يخلوهم في المحطات دي عشان يسهل التجاره او يسهل النقل. طيب تعالى نتكلم على الخديوي اسماعيل. خلي بالك الخديوي اسماعيل مش اسماعيل، اسماعيل ده اللي هو ابن محمد علي وعرفنا هو عمل ايه. تمام؟ طيب تعالى نتكلم على الخديوي اسماعيل اللي هو ابن ابراهيم ابن محمد علي. يبقى الخديوي اسماعيل ده ابن ابراهيم ابن محمد علي. بيقول لك الخديوي اسماعيل ده من زمان جدا، من اول ما مسك الحكم بدا اللي هو يوسع حدوده الجنوبيه، لدرجه ان مصر لم تشهد توسع في افريقيا بدأ اللي هو يتوسع في افريقيا لدرجه اللي هو مصر لم تشهد توسع في افريقيا اكتر من اللي وصلته في عهد اسماعيل، الخديوي اسماعيل. يبقى بيقول لك ان الخديوي اسماعيل بدا اللي هو يهتم بتوسيع حدود مصر الجنوبيه، وبعثته الاستكشافيه في افريقيا دي بيقول لك من اهم انجازاته فمصر لم تشهد في تاريخها كله توسع في افريقيا اكتر من التوسع اللي وصل له الخديوي اسماعيل. يبقى اسماعيل اهتم بافريقيا واكتشاف المنابع الجنوبيه للنيل، وبرضه بيقول لك ان مصر ما شهدتش توسع في افريقيا اكتر من اللي عمله الخديوي اسماعيل. طيب فتعال نعرف ايه هي اصلا اسباب الخديوي اسماعيل عشان يعمل الحاجات دي او عشان يعمل التوسع الجنوبي ده. وقلنا محمد اسماعيل ده الخديوي اسماعيل ده عمل امبراطوريه كبيره، فايه هي اسباب اسماعيل عشان يوسع في افريقيا؟ قال لك رقم واحد، قال لك محمد علي ابويا جدي وعمي اللي هو محمد علي وسعيد بدأ اللي هم يمنعوا تجاره الرقيق، فانا كمان عايز امنع تجاره الرقيق، فبدأ يستجلي عشان يكمل اللي بقى محمد علي وسعيد باشا في منع تجاره الرقيق. رقم واحد. يبقى الموضوع بقول لك بما تفصل اسباب توسعات اسماعيل في افريقيا، هتقول لي واحد عشان يكمل اللي بقى محمد علي وسعيد في محاربه تجاره الرقيق. رقم واحد. تاني حاجه عشان يكمل مسيرة جده محمد علي في الاكتشافات ويوصل لمنابع نهر النيل الاستوائي. تمام؟ يبقى عشان يكمل حاجتين، يكمل اللي بدأه محمد علي وسعيد في تجارة الرقيق في محاربة تجارة الرقيق، عشان يكمل مسيرة محمد علي في الكشوف الجغرافية لمنابع النيل، وعشان يأكد الوحدة الجغرافية والاقتصادية بين مصر والشعوب الجغرافية دول حدود نهر النيل. يأكد ان احنا كلنا اسره مع بعضينا، اسره حلوه مع بعضينا. طيب يبقى تاني يبقى اسماعيل رايح افريقيا عشان او يستكشف في الجنوب في افريقيا عشان يكمل مبادئ محمد علي وسعيد في محاربه تجاره الرقيق، عشان يكمل مسيره محمد علي في الاكتشاف لمنابع النيل، عشان يأكد الوحده الجغرافيه والاقتصاديه بين مصر والشعوب الافريقيه ودول النيل، عشان يدخل الحضاره الحديثه في افريقيا. يبقى هو عايز زي مصر دوله حديثه، برضه قال لك انا عايز ادخل الحضاره الحديثه دي في افريقيا. ليه؟ لان كان في روابط تاريخيه قديمه بين مصر والشعوب الافريقيه. يبقى محمد علي عايز يعمل او يستكشف افريقيا او يكمل يعمل استكشاف في افريقيا عشان يكمل اللي بقى محمد علي وسعيد في محاربه تجاره الرقيق، عشان يكمل اللي عمله محمد علي في اكتشاف منابع النيل، عشان ياكد على الوحده الجغرافيه والاقتصاديه بين مصر والشعوب الافريقيه ودول النيل، عشان يدخل الحضاره الحديثه في افريقيا، عشان يرضي طموح الشخصي ورغبته في تكوين امبراطوريه افريقيه. هو عايز يكون امبراطوريه افريقيه عشان يقف قدام الاطماع الاوروبيه ويعلي شانه امامها.
احنا قلنا ان في عهد سعيد اللي هو قبليه، قلنا ان في عهد سعيد الدول الاوروبيه كلها بدات ان هو تهتم بافريقيا، فبدا اللي هو عايز يعمل امبراطوريه كبيره عشان تقف قدام الامبراطوريه او يقف قدام اطماع الدول الاوروبيه وتحميها. يبقى ما بقول لك اسباب توسعات اسماعيل في افريقيا، تقول لي عشان يكمل اللي عمله محمد علي واسماعيل في محاربه الغزو الرفيق، عشان يكمل اللي عمله محمد علي في اكتشاف منابع النيل، عشان ياكد على الوحده الجغرافيه والاقتصاديه بين مصر والشعوب الافريقيه ودول النيل، عشان يذكر الحضاره الحديثه في افريقيا، عشان يرضي طموح الشخص في يعمل امبراطوريه افريقيه. طيب اسماعيل بقى راح فين؟ قال لك والله اسماعيل بدأ يعمل حملات ورحلات استكشافية في أفريقيا. الحملات دي كانت ما بين جنود مصريين و ضباط أجانب، ما بين ضباط أجانب وضباط من الجيش المصري، وكل ده أدى إلى توسيع حدود مصر من ناحية الجنوب، قال لك والله اكتشف حاجتين. واحد، اكتشف منابع النيل الاستوائية، اكتشف منابع النيل الاستوائية ده عند خط الاستواء، فوصل فعلا إلى دائرة الاستواء اللي هي صفر، وصل لمنابع الاستواء، ووصل لبحيرة فيكتوريا وبحيرة ألبرت اللي هي المنابع الدائمة لنهر النيل. يبقى وصل، يبقى من ما أقول لك من هو اللي وصل المنابع الدائمة، وكمان شويه نعرف اللي هي المنابع المستويه كمان، المنابع الدائمه لنهر النيل اللي هو مين؟ الخديوي اسماعيل، وصل واكتشف بحيره فيكتوريا والبرت. طيب يبقى اولا اكتشف منابع النيل الاستوائيه، واكتشف الجهات الشرقيه، من الحبشه. بص كده، اكتشف الجهات الشرقيه من الحبشه لحد كمان وصل لشرق اللي وصل الى الصومال، يبقى اكتشف الجهات الشرقيه من الحبشه اللي هي البحيرات الموسميه. يبقى اللي اكتشف فعلا المنابع الاستوائيه والمنابع الحبشيه هو الخديوي اسماعيل، اكتشف المناطق الشرقيه من الحبشه ووصل للسودان. طيب هو بدأ بقى بعد ما اكتشف المنابع الاستوائيه والمنابع الاستوائيه والمنابع الجهات الشرقيه من الحبشه خاصه الصومال، بدأ اللي هو يرسم خرائط مفصله للمناطق اللي اكتشفها دي، اللي هو يرسم خرائط، امر الملوك بتوعه او امر الجغرافيين بتوعه اللي هم يرسموا خرائط مفصله للمناطق اللي وصل لها، وحط فيها نقاط عسكريه عشان يامنها ويحميها ويرفع العالم المصري عليه. يبقى الخديوي اسماعيل اكتشف منابع النيل الاستوائيه، وصل لدائره الاستواء، واكتشف بحيره فيكتوريا والبرت، اكتشف الجهات الشرقيه من الحبشه، وصل للصومال، وبدا اللي هو يامر الجنود بتوعه اللي هم يعملوا خرائط مفصله دقيقه للمناطق اللي وصل ليها، وحط فيها نقاط عسكريه لتامينها وحمايتها ورفع العلم المصري عليها. بص كده بالخريطه، قلنا بص كل الاخضر ده، كل الحته دي كلها كانت دوله مصر في عهد الخديوي اسماعيل. اكتر دوله او اكتر فتره كان فيها توسعات في افريقيا كانت في عهد الخديوي اسماعيل. يبقى الخديوي اسماعيل راح في افريقيا، اكتشف منابع النيل الاستوائيه، اكتشف حاجتين، منابع الاستوائيه وجهات الشرقيه. منابع استوائيه وصل لخط الاستواء، وقلنا بحيره فيكتوريا والبرت. طيب وقلنا اكتشف الجهات الشرقيه من الحبشه، وصل للصومال، ورسم بقى الخرائط المناطق اللي اكتشفها، وحط نقاط عسكريه عشان يحميها ويحميها ويرفع العلم المصري عليه. طيب تعالى نرجع النهارده، اتكلمنا على خلفاء محمد علي ازاي هم اكتشفوا افريقيا او اكتشفوا جغرافيه. قلنا ابراهيم قال لك ان مستقبل مصر في افريقيا سعيد، اهتم بافريقيا خاصه السودان، خديوي اسماعيل او كون امبراطوريه مصريه. طيب وقلنا عباس لم يهتم بشؤون الجغرافيه، عمل مدرسه ابتدائيه نشرت الدول الخارجيه بين مصر والسودان، بين السودان والدول المجاوره. طيب وقلنا سعيد في عهده ابتدت الدول الاوروبيه تتسابق عشان تروح تكتشف افريقيا وتستغل مواردها، فارسلت الجمعيه الجغرافيه الملكيه البريطانيه بعثات استكشافيه لاكتشاف منابع النيل. وقلنا ان سعيد راح السودان سنه 57، بدا ان هو يروح عشان يحسن اوضاعها، دراسه اوضاعها، تحسين احوالها، تنميه مواردها والاهتمام بشؤونها، عمل اصلاحات اداريه وقضائيه واجتماعيه ونقل وبريد. قلنا اداريه، عزل الموظفين اللي بيعاملوا السنين معامله وحشه، وقلنا امر مدير الاقاليم بحسن معامله الاهالي وانشاء العدل واقامه العدل. قلنا تقسيم السودان ل5 مديريات، بس خلي بالك 5 مديريات مستقله،
كل مديريه تبع لمصر. طيب انشاء المجالس العرفيه عشان يشارك السنين في حكم بلادهم. قلنا اصلاحات قضائيه عمل مجالس الاقاليم. قلنا اصلاحات اجتماعيه عمل معسكر على نقل الضباط عشان يمنع ظلم الرقيق، وخفض الضرائب وقسطها، عفى الاهالي من الضرائب المدخله واسقط الضرائب على البنوك. برضه عمل اصلاحات النقل والبريد، نظم المواصلات وعمل محطات لتغيير دوام النقل. وقلنا اتكلمنا على سعيد بدا اللي هو يكتشف افريقيا منذ بدايه حكمه، وقلنا ان مصر لم تشهد وصولا في افريقيا قد اللي وصلت له في عهد اسماعيل، وقلنا اللي هو كان عايز يعمل او يوقع اهداف دوافع خليل اسماعيل عشان يروح في افريقيا. قلنا عشان يكمل اللي عمله محمد علي بن سعيد في محاولة الرقيق، عشان يكمل اللي عمله محمد علي في اكتشاف منابع النيل، عشان ياكد على الوحده الجغرافيه الاقتصاديه بين مصر والشعوب الافريقيه ودول النيل، عشان يدخل الحضاره الحديثه في افريقيا، عشان يرضي طموح الشخص اللي هو يعمل امبراطوريه افريقيه تقف قدام الامبراطوريه الاوروبيه وتعلن شانها امامها. بدا اللي هو يعمل توسعات، وبدا اللي هو يكتشف او يستكشف المنابع او المنابع الناحيه الاستوائيه. وصل لمدينه الاستواء واكتشف بحيره فيكتوريا والبرت، ووصل للجهات الشرقيه، ووصل لمدينه السودان. طيب او دوله الصومال. طيب قلنا رسم خرائط المناطق التفصيليه، بعد كده بدا يرسم خرائط مفصله للمناطق دي، حط فيها نقاط عسكريه عشان يامنها ويحميها ويرفع العلم المصري عليه. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا النهارده. اتمنى تكون كنت مركز معايا في الدرس، واي حد عنده اي استفسار اسئله جروب تليجرام وجروب واتساب. مش عايزك تشيل هم الدرسات ابدا، وتاكد باذن الله درسنا يكون في امان. اسمه قدام، بس اوعى تنسى الكلام. سلام.